صباح الخير يا جماعة أو مساء الخير، الساعة 2:30. لايف سريع كده في نص اليوم، يعني ساعات كده بيبقى فيه كلمتين واقفين في زوري، فما بقدرش استنى بقى بالليل واشوف الوقت اللي الناس فيه. فهعمل اللايف، واللي فاضي يشوفه، واللي عايز يشوفه فيديو بالليل يشوفه. انا بس بقى هتكلم على اللي هاني او تحليل هاني حتحوت للواقعة اللي شيكابالا عملها. انا طبعا ما عملتش فيديو اتكلم فيه عن الواقعة عشان هو خلاص بقى مصدر سخرية. يعني حتى الصور اللي احنا شفناها، شفنا صورة واحد من الطاقم بتاع النادي الأهلي، من الناس اللي هم يعني عمال المهام، اللي هم بيبقوا شايلين بيهتموا بالتيشيرتات وبالجزم وبالازايز وبتاع. فاهم؟ شفناه وهو واقف وراه وشيكابالا بيسخن بيضحك. فاهم؟ بس الراجل عايز يقول له ربنا يعينك يا ابني. جماهير الاهلي حتى ما بقاش الموضوع مستفز بالنسبه لها ان نشوف مثلا تطاول او شتايم بالام، اللي احنا طبعا كنا بنبقى ضده. فيقول لك العبيط. فخلاص بقى يعني ما بقيناش هو نعمل فيديو عشان نطلع نتكلم. خلاص. والزملكاويه العاقلين منهم هم نفسهم طلعوا قالوا الحركه مش مفهومه، وبتشتت فرقتك قبل الماتش، ورحت مسخن جمهور الزمالك، راح هو كمان شتم جمهور الاهلي ودخلت الجماهير في مهاترات. لكن طبعا دي لحظه صدق، انتوا عارفين دي بمجرد لو شيكابالا بكره نزل ستوري رافع الجزمه، كل الناس دي ايوه كده الحراق رجع. فاوعى تصدق لحظه الصدق مع النفس اللي هم بيبقوا فيها. امام عاشور اللي بيشتموه لو جاب جون الماتش الجاي هيبقى هو ده امام اللي ديانج والسوليه وحمدي مضروبين في الخلاط يطلع لك امام. لو فريرا طلع في المؤتمر الصحفي الجاي قال لك انا الدوري بتاعي انضف واشرف من مليون دوري بتاخده انديه تانية، ايوه بقى جدي فريرا رجع اللي سنه منه بتاريخ جوزيه كله. فسيبك من لحظات الصدق مع النفس بتاعتهم، دي مش هتدوم، وهيرجعوا تاني مع اول رفعه جزمه او اول تفه او اول كوبري لعيب يجيبه. فانا هتكلم على هاني حتحوت. هو طلع اتكلم على ان اللي شيكابالا عامله مش غلط، هو بيمتص حماس الجمهور، بيخش في اجواء المباراه والكلام ده كله. اول حاجه، هو مش لعيب ناشئ، يعني هو مش عيل صغير خايف يلعب في الاجواء الكبيره فايه نزل يلف عشان ياخد الرهبه. فلو هنتكلم كرويا كل الكلام ده ملوش اساس بالصحه. انت كابتن الفريق، انت المفروض تبقى هناك مع لعيبتك، المفروض تكلم لعيبتك اللي واقعه نفسيا وانت واقع معاهم، بكل بقى الحوارات اللي حصلت، ضربه الجزاء اللي انت مضيعها، العزومه بتاعت الرنجه، لعيبتك اللي كلها ماسكه في بعض وماسكه مع الاداره. انت المفروض يبقى شغلك الشاغل ككابتن الفريق اللي انت لامم اللعيبه بتتكلم معاهم. شفتوا علي معلول اللي ما اسموش كابتن، يعني علي معلول مش لابس شرط الكابتنه حتى، شفتوا بعد الجون الاول بتاعنا لامم اللعيبه بيتكلم معاها. ده الكابتن، ده واحد من كباتن الفريق اللي مش لابس الشاره، بيلم اللعيبه بيتكلم معاها. فانت المفروض شغلك الشاغل في الوقت ده ان انت ما تبقاش الحراق، ما تبقاش الكياد، ما تبقاش شيكا اللي حارقهم. هتكبر امتى؟ انت داخل على 40 سنه. فالمفروض دورك في الوقت ده لا الكابتن القائد. اعمل بقى جو المكايده ده بعد كده. يا عم مشيت معاك وجبت جون وكسبته، حفل يا عم، كلنا بنحفل. بس صعب جدا ان انت قبل الماتش ده تفكيرك انا رايح نازل الملعب لسه مسخن بيقول يا هادي لا لا استنوا لعبت انتوا وسخنوا هناك، انا مش هتكلم معاكم، مش هقول لكم نصايح، مش هشد من ازركم، لا لا استنوا، هروح استفز جمهور الاهلي. والغريب في الموضوع ان انت عارف ان هم هيتطاولوا عليك. فانا برضو دي حاجه مش فاهمها. انت ما عندكش مشكله ان انت تتشتم؟ يعني انا كشخص، انا والدتي متوفيه زي شيكابالا، فمثلا انا كمحمود تلاقيني عمري ما هزر مع حد بالام. شوف حتى اصحابي كهزار، ليه؟ انا واحد امي متوفيه، وانا مش هتقبل اي حد مثلا يتكلم على والدتي، فلا بهزر بالام ولا بهزر مع حد بشتايم، ولا هروح مثلا اجر شكل حد انا عارف انه قليل الادب وغلط. فانت همشي معاك جمهور الاهلي متطاول، وجمهور الاهلي اللي هناك بيشتمك وبيستنى يشتمك بوالدتك المتوفيه اللي انت تاني يوم بتطلع تعيط مع عمرو اديب عليها. طب انت رايح لهم ليه؟ انت رايح لهم ليه؟ فدي حاجه انا بالنسبه لي برضه حاجه مش مفهومه. ورايح وبتسخن هناك، واللي حصل ايه بقى لو شفته بعد كده؟ هو اول ما جماهير الاهلي قالت العبيط اهو، راح هو جري على جماهير الزمالك وعمل كده، هو سامعين اهو بيشتموني، راح جماهير الزمالك شتمه. فانت تيجي تبص، طب انت سخنت الجماهير على بعض. ازاي كل ده في اعلامي نضيف محترم شايف ان مفيش مشكله في الواقعه دي خالص؟ شايف ان مفيش مشكله في الواقعه دي خالص؟ انت افرض الجماهير بقى كانت فضلت سخنانه على بعض وقضينا الماتش كله ان الناس بتشتم، كان ساعتها هيبقى مين اللي بدأ الموضوع؟ والحاجه الثانيه برضو، انت ليه تجيب لنفسك الشتيمه؟ ليه تجيب لنفسك الشتيمه وتطلع تعيط بعد كده وبيشتموا وبيعملوا؟ فدي القصه. لو هتتكلم ككرويا، لا انت كابتن فريق، انت المفروض هناك بتتكلم مع لعيبتك. وهرجع تاني اقول لك بص علي معلول اللي مش لابس شرط الكابتنه عمل ايه. فانت اصلا انت بتخرج لعيبتك من تركيزها.
وتيجي بعد كده مثلا الناس تيجي تعلق مثلا ما كانش عاجبها لقطه امام عاشور اللي بيهزر مع شيكابالا. يا جماعه ما هو ما فيش قائد. ما هو ما فيش قائد. يعني انت لما تيجي مثلا تلوم ان امام عاشور ازاي بيهزر قصدي مع كهربا، بغض النظر مش هقول لك صح او غلط، انت كزملكاوي شايفها بطريقه معينه، هقول لك اه يا باشا، هو كل واحد نازل بدماغه، كل واحد نازل بدماغه. مصطفى شلبي نازل لسه جلسه الليزر بتشوكه، فاهم؟ قالوا له ما تعرقش كتير عشان انت لسه عامل ليزر. ايه امام عاشور فاهم نازل اه قشطه يا عم كهربا صاحبي ما عنديش مشكله خلافاتكم معاه ما فيش بقى. شيكابالا نازل قبلها بيكيد الجماهير. ما هو انت كل الكلام ده ان انت مش عارف تلعب دور القائد، ان اللعيبه كلها نازله مركزه في الماتش. فحتى لو هتتكلم فنيا تقول لي مالناش دعوه بقى بخناقات وبتاع، فنيا كقائد اللي انت بتعمله قبل الماتش ده انت خرجت اللعيبه من تركيزها. نفس الفكره برضو ماتش 2-2 بتاع الكاس، ودي واقعه انا اتكلمت عنها. فاكرين لما جاب الجول لما كان ماتش 2-1 خد اللعيبه كلها وطلع بيها بره الملعب وراحوا للجماهير، ده خرج بال11 لعيب بالدكه وفضلوا 3 دقايق بيحتفلوا. يا حبيبي انت بتخرج اللعيبه من تركيزها. فرجعوا بعد كده هوبا شيكا الحراق واللعيبه نازله هوب راحوا لابسين جون التعادل. فما ينفعش ان انت تيجي تقول لي فنيا ما فيهاش مشكله واخلاقيا ما فيهاش مشكله. طيب نيجي بقى الناحيه الثانيه، لو كان كهربا اللي عمل كده كان ساعتها هاني حتحوت هيعمل ايه؟ انا اقول لك كان هيعمل ايه؟ كان هيطلع بالطريقه بتاعته. بصوا يا جماعه، هاني حتحوت وابراهيم فايق وسيف زاهر اخطر من مثلا ايه رضا عبد العال واسلام صادق ومصطفى يونس ومهيب والناس دي. ليه بقى؟ عشان دي الناس اللي بتعرف تضحك عليك بالشعر المفرود او الحلقه اللي عند هشام ربيع النظيفه، البدله الشيك، طريقه الكلام المنوقه. فلو انت مش مركز في بواطن الامور وكلامهم من تحت عامل ازاي انت بتتخدع. انت بيجي لك المجمل وتشوف ايه يا عم الراجل ده محترم. لكن انا بالنسبه لي مثلا رضا عبد العال واسلام صادق، رضا عبد العال هو نفسه بيطلع يقول لك انا هجاص، فانت عارف ان هو انا طالع هجص وطالع اتريق وطالع استظرف وطالع عايز ابقى ترند. لكن دول اخطر ان انتوا ساعات بيضحك عليكم منهم. فساعتها السكريبت كان هيبقى ايه لو كهربا؟ كان هيبقى طيب كهربا انت لعيب بقالك سنه ونص في جدل معمول عليك، جدل اخلاقي، جدل جماهيري، جدل قضائي، ايقافات، لسه في قضيه في المحكمه، لسه في غرامات. انت عارف ان الفريق المنافس شايف انك هارب، اداره الفريق المنافس شايفه انك هارب، اداره الاهلي نزلتك تلعب عشان يقولوا لا كهربا اهو مش موقوف وكهربا بيلعب. فهل انت شايف من الحكمه في ظل كل ده تروح لجماهير الخصم تستفزهم؟ وانت عارف كان هيطلع يقول كده وكان كل هيزايد بقى. ودي الحاجات اللي خلت كهربا ضيع جزء من موهبته لما كان بيخش في مهاترات وخناقات مع الجماهير. فركز في الكوره، احمد ربنا انك رجعت تلعب. مش معنى ان انت لعبت ماتش حلو ان خلاص الكوره مشيت معاك فتروح بقى تستفز الجماهير. وكان هيرمي لك حته المكايده الزملكاويه بس هو بيعملها بالشياكه زي مثلا خالد الغندور. كان هيقول لك وانت لسه عندك جلسه في فبراير انت مش ضامن هتلعب كوره تاني امتى. ده اللي كان هيعمله. كان ساعتها هيطلع يقول نفس السكريبت يقول لك اه كهربا فيه جدل والجماهير بتشتمه والراجل بقاله كتير ما لعبش قدام جماهير الزمالك فنازل بيمتص غضبهم اللي هو يلا يا جماعه اللي عنده شتيمه يطلعها. ما كانش حد هيقول كده. مش هو بس، ما كانش حد هيقول كده. كان ساعتها هيتكلموا عن ازاي كهربا لسه صبياني، لسه لعيب طفولي، لسه برضه بيخش في مخاطرات، لسه بيخش في مشاكل. ولو كان حد بقى منهم يا كهربا شتمك كنت هتيجي بقى تزعل وتقول جماهير الزمالك بتشتمني ما انت اللي استفزتهم. انت خرجت من تركيزك بعد ما كنت عامل ماتش حلو، انت هتخلي لعيبتك وايه بقى ده كانوا هيشيلوه الليله لو حصل اي مشكله في الماتش. كهربا سخن الجمهورين على بعض. ما انت يا كهربا هتروح فجماهير الزمالك هتشتمك وجماهير الاهلي دلوقتي فرحانه وكهربا يا كهربا فهيقوموا ردين الشتيمه فانت عملت فتنه. كانوا هيطلعوا ان كهربا عمل فتنه طائفيه في البلد بالحركه دي ومسك الجماهير كلها في بعض. ما كانش حد هيقول ده مع ان بنفس المنطق ونفس اللوجيك بتاعك بتاع امتصاص حماس الجماهير. طب انت لو فكرت فيها على كهربا تلاقي انت لو هتتكلم بالمبدا ده يا باشا ما هينزل يلا اللي عنده شتيمه يطلعها قبل ما العب. لكن ده ما كانش هيحصل وكانت الدنيا هتتقلب على كهربا. فهي دي الفكره. وانا مش هفضل ارجع ورا، يعني مش هفضل اقول لك وقائع شيكابالا كلها بقى ومحدش فيهم كان بيتكلم ولا عمر حد اتكلم عن الحاجات اللي عملها. طب هقول لك حاجه ثانيه مثلا ليه بنفس المبدا ده ما تعملوش مع جماهير الاهلي لما مثلا بتشتم شيكابالا؟ وانا هرجع تاني واقول الشتائم والتطاول مرفوض، لكن بنفس المبدا ده ما انا هقول لك بيخرجوا اللاعب عن تركيزه. مش انت خدتها كحته فنيه ان لا مش اخلاقيه يا جماعه شيكابالا لعيب محترم هو فنيا عايز يمتص غضبهم؟ طب ما تاخدها من الناحيه الثانيه، ما تاخدها من الناحيه الثانيه ان انت تقوم قايل جماهير الاهلي برضو بتعمل كده.
بتخرج اللعيب عن تركيزه. لا يا جماعه، ده حاجه فنيه مش حاجه اخلاقيه. بيمتصوا حماسه. همشي معاك بمبدأ مش ده أسوأ كوابيسي اللي كعبه عالي عليا الحراق بتاع. طب يا عم أنا خايف ومرعوب منه، فبشوفه بعمل الهتافات دي عشان أمتص حماس الشاب كهربا البالغ من العمر 39 سنة وأخرجه عن تركيزه. ليه دايما أنا محدش بيمشي بالمبدأ ده معايا؟ يعني أنا ما عنديش مشكلة غلط الجماهير، والتاني هفضل أقولها. شوف أنا قلتها في اللايف كام مرة، إنك تشتم لعيب بأمه مرفوض، انك تتطاول على لعيب مرفوض، عشان ما حدش يجي يقول لك يعني الجماهير تشتم. لا بس خلاص، ليه بقى بتكيل بمكيالين؟ طب مثلا كهربا لما كان بيروح، يعني هاني حتحط ما عجبوش احتفال كهربا مع الجماهير بعد الماتش. شيكابالا لما كان بيروح يخليهم يغنوا اغنيه ابطال على مين، وانتوا عارفين بقيه الشتيمه. كان ساعتها ايه اللي بيحصل؟ كانوا لا ده بعد الماتش بيحتفل مع جماهيره. ده ماتش الانتاج الحربي لما عملوها قال لك لا ده بيحتفل مع جماهيره، ده حتى الاهلي مش موجود، مفيش جماهير اهلي يستفزها، ده ماتش الزمالك والانتاج. طب ما حدش ليه كان بيتكلم ساعتها؟ ما انت خليت الجماهير ان هي تشتم. فليه انت بتتكلم دلوقتي على ان احتفال كهربا برضو بعد الماتش وخلى الجماهير تشتم وبتاع؟ بس فهي دي الفكره. فانا ليه بفضل اتكلم في الحاجات دي؟ انا عارف ان جماهير الاهلي مش انا اللي هطلع اقول لك تفكر ازاي وما تفكرش ازاي والفت نظرك انا عارف ان انت فاهم كل ده. انا بس الحاجه اللي انا بخاف منها ان احنا كجماهير زي ما احنا مشكله جماهير عاطفيين وبننسى. فانا دايما اللي بقوله لكم في كل لايف، بعد ما الفتره دي تخلص هم هيرجعوا يشتروا خاطرك تاني. اللي مخوفهم هيمشي، اللي مهددهم هيمشي، اللي بيديهم فلوس هيفلس وهيتحجز على فلوسه. فانت الشعبيه الاكبر هيرجعوا يشتروا خاطرك تاني، هيرجعوا يتمحلسوا لك تاني. فما ترجعش بقى تقول نفس الجمل دي. لا والله ده هاني هتحط محايد اهو، ده اتكلم في مشكله الزمالك. لا خليك فاكر هو اتكلم دلوقتي في مشكله الزمالك عشان مرتضى منصور مشي. ما ترجعش تقول لا ابراهيم فايق اهو مع حسن المستكاوي وهم قاعدين انتقدوا لعيب الزمالك اللي عمل تصرف مشين. تبقى فاكر لا انتقدوه دلوقتي عشان صورتهم مش هتنزل على القناه خلاص بالليل. مفيش حد هيطلع يقول له ابراهيم فايق يا عبيط يا اللي بنضاره، فاكر زي ما كان بيقول له قبل كده؟ محدش هيطلع يقول له كده، فعشان كده هيطلع ينتقد. خليك فاكر المواقف دي كويس جدا جدا جدا، عشان لما الناس دي تيجي بعد كده يشتروا خاطرك تبقى عارف خلاص ان الناس دي اتعلم عليها. افتكر المواقف دي كلها وما تخليش حد يلعب في دماغك. لان انا المشكله يعني انا مثلا عندي مشكله في احتفال كهرباء. انا ما احبش اسمع الفاظ في الملعب او بتاع. ده انا يعني. لكن احنا مشكله عندنا فصيل من الجمهور بقى كيوت زياده عن اللزوم. ان لقيت ناس اهلاويه عاملين شير للفيديو بتاع هاني حتحوت وكاتبين في الكابشن، ومنهم ناس عندها صفح. الناس برضو ايه اللي عايز الفت نظرك ليها، اللي هم مش عاجبهم مجلس الاداره، فاي حد هينتقد الاهلي هيبقى حلو. فبرضو ايه عاملين شير للفيديو ده كاتبين والله الصراحه الراجل ده عنده حق، انا ما عجبنيش المشهد. معلش وانت عاجبك المشهد اللي التاني بيعمله؟ وانت كان عاجبك كل سنه يا راجل. انا بقول لك هو ماتش الانتاج الحربي هو فاهم كسبوا فريق انا مش موجود اصلا وراح خلاهم يروحوا يغنوا اغنيه ابطال على مين. فمعلش انا اسف لحضرتك ان حياتك اتخدش باحتفال كهربا بعد الماتش. بس هقول لك على حاجه غلط، بس هو ده الوسط الرياضي خلاص. انت في عقوبه بتتاخد، خد عقوبه على اللعيبه الثانيه وخد عقوبه على احتفال كهربا. اقول لك صح هم عاقبوا الاثنين اللي عملوا افعال مشينه او اللي تطاولوا لكن انت ما بتعملش كده. فبالتالي لا ما تجيش تقول لي خليك حقاني يا كابتن يعني كهربا صح. اقول لك في الوسط ده وفي الوقت اللي احنا فيه وفي ان البلد كلها ماشيه بتخوض في الاعراض يا باشا هقول لك ربنا يهديه. يعني مش هقول لك صح ولا مش هقول لك يا عم ربنا يهديه. يا عم بكره اما يكبر ويعقل ويبقى داخل على 40 سنه زي التاني اللي خلاص داخل على 39 و40 سنه ان شاء الله هيكون عيل يا عم. مش لما تيجي الجماهير تشتم هيقول لهم لا بنحتفل من غير شتايم. طبعا عشان ما اطولش عليكم يعني ده كل ده كلام فاضي. لان انا اكتر حاجه بتضايقني في كل ده لما الاقي لسه مشجع اهلاوي يجي يقول لي لا والله يا عم لا هتحوت محايد وهتحوت بتاع، ويجي يقول لك ايه ده ساعه ازمه امام عاشور هتحوت هو اللي اتكلم فيها ان امام عاشور مش عايز يجدد من 4 شهور. حبيبي افهم الناس دي بتبقى الاداره متفقه معاهم عشان يسلموا اللاعب للجماهير زي ما عملوا مع فتوح وزي ما عملوا مع عبد الله جمعه وزي ما عملوا مصطفى شلبي وبتاع على جلسات الليزر. طب اقول لك على حاجه، انت لما كانش رئيس النادي طلع عمل غرامه ولا اتكلم؟ جمهور الزمالك ما كانش حد هيطلع يقول لك ايه اللي مصطفى شلبي عامله ده وليزر بتاع صباح الفل يعني.
هم لما عرفوا ان شيكابالا كان عامل عزومه رنجه وبتاع وليله الماتش ما حدش فيهم اتضايق. لكن لو كان مثلا رئيس النادي طلع قال لك هعاقب شيكابالا ماديا على العزومه دي، كان ساعتها هم هيزيطوا. ايوه بقى يا مرتضى منصور نضف، ايوه ده المبادئ. ففي اوقات هم بيبقوا عايزين الاعلاميين، وبره ميدو طلع قالها لما كانوا عايزين يجددوا مع اوباما مش عارف من كام سنه، وميدو قال سياده المستشار قال لي اطلع اضغط عليه في الاعلام وعرف الناس ان اوباما مش عايز يجدد. فهم ساعات بيسربوا اخبار الاعلاميين عشان الجماهير تقلب على اللاعب فيحس ان عليه ضغط. بغض النظر طبعا انت متخيل ان انت تعمل فيلم هندي فاهم عشان خايف لو اوباما يسيبك، فده بغض النظر يعني. لكن دي ناس مقتنعه ان احنا زورنا مسحه اوباما عشان كنا خايفين يلعب في فاينل افريقيا. المهم يعني، فواقع زي دي لما تشوف واقعه امام عاشور وتقول لي طب ما هو انتقد ومحدش عنده الجرأه يتكلم فيها، هقول لك بالظبط زي ما انت قلت، تقول كده الجمله تاني، محدش عنده الجرأه، صح؟ فده يخليك تسال طب الجرأه دي جت لهاني حتحوت ازاي بقى؟ اللي هو قبلها اصلا كان قاعد في بيتهم، مرتضى منصور قعدوا في بيتهم اسبوعين ووقفوا. فتيجي تقول ما عندوش الجرأه، تلاقي تاني يوم بقى امير مرتضى طلع مع خالد الغندور وقال امام عاشور مش عايز يجدد. فتعرف ان دي ما كانتش حاجه حصريه لهاني حتحوت، ما كانتش حاجه هم هيكتموا عليها وهاني اللي فضحهم، لا هم متفقين معاه. في اعلاميين كده اتفقوا معاه يطلع سرب الخبر، زي ابراهيم فايق في واقعه الجزيري اول ما حصلت. افتكر الفيديو ابراهيم فايق عمل ايه؟ ابراهيم فايق كان الواقعه كلها بيتكلم عليها ان اتحاد الكره غلط. فانت تيجي تقول لي اهو بيتكلم على حاجه الزمالك عملها، لا شوف الفيديو كله، هو بيكلمك على ان اتحاد الكوره غلط في واقعه الجزيري، هو بيبرأ نادي الزمالك. لان في جمله هو قالها بالظبط في اخر الفيديو دي اللي تخليك تفهم بقى ايه كل كلامه كان على ايه. قال لك يعني خلاصه الموضوع هو اتحاد الكوره حب يوجب مع نادي الزمالك ومحدش طلب منه ده بس، فهو كان عايز يلبسها لده. لا مش نادي الزمالك لا طلب ولا مرتضى منصور قال لهم النبي يكتبوا له فري وهو بفلوس وما اعرفش ايه. قال لك هو اتحاد الكوره هو وجب من نفسه ومحدش طلب منه، لان نادي الزمالك طلع وقال يا جماعه الناس لو ليهم عندنا فلوس على سيف الجزيري هندفعها. فده يخليك تفهم اللعبه. فهم حتى لما بيتكلموا على حاجه لنادي الزمالك مش بينتقدوا ولا هو شجاع، لا هو عايز يسلم امام عاشور للجماهير. فبالتالي لما امام عاشور خد الايقاف اللي بعده كانت جماهير الزمالك ايه؟ لا ما امام عاشور عامل مشاكل فعلا، متاخر على التمرين وصبغ شعره وبتاع، فهم بيستخدموا اعلاميين هم يضغطوا على اللاعب. فاوعى تصدق ان لا ده محايد بيتكلم على مشكله الزمالك بس. ومفيش حد بيتحاسب. يعني سيف زاهر هيطلع يعتذر على انه قال لك معلول مصاب ومعلول ما فيهوش حاجه؟ حد منهم مره هيبقى عندك الشجاعه يقول لك مصادري كان في حاجه؟ مفيش. بس فانا المهم تاني افضل فاكر الواقعات دي كلها عشان لما يجوا بعد كده يشتروا خاطرك ويرجعوا زي ما بنقول بالبلدي يتمحلسوا لك تاني، تبقى عارف ان لا كان فيه خلص مش هيضحك علينا تاني. بس وربنا ان شاء الله يكرم في الماتشات. طبعا هم بيهروا على ان وطبعا كهربا ممكن يبقى عنده شد لسه هنشوف فما يلعبش الماتش الجاي. فطبعا معتز الشامي كالعاده راح هابد الهبده الفيديو بتاعه، وانا قلت لكم اهو خايفين ينزلوه. هو كل حاجه بيبقى انا قلت لكم، مش مع انه هو قال ان شيكابالا ان كهربا عمره ما هيلعب كوره. فلا كهربا هيلعب في يناير. ما انا قلت لكم هيلعب في يناير بس لازم يدفع المبلغ كله. فاهم؟ كهربا يلعب اول ماتش، ايوه انا قلت لكم هيلعب ماتش بس لازم يدفع. كهربا لعب تاني ماتش، ايوه انا قلت لكم بس هي الجلسه بتاعت فبراير. احنا مشكلتنا زي ما قلت لك احنا جمهور بننسى. يعني عمرك ما هتلاقي حد في الكومنت يقول له بس يا باشا ثانيه واحده قلت لكم ايه؟ انت قلت انه اصلا مش اول فيديو اتكلم فيه على الموضوع قال لك كهربا مش هيلعب كوره تاني غير لما يدفع المبلغ كاش. كل فيديو يطلع لا ما انا قلت انه هيلعب ماتش، لا ما انا قلت انه هيلعب 2، لا انا قلت عادي انه هيقسط، انا قلت انه هيدفع 50%، انا قلت انه هيدفع 30% وهياخد شاحن موبايل، انا قلت انه هيلعب نص ماتش مش... وهم بيمشوا وراه. فهي دي الهبده الجديده ان الاهلي يا جماعه انتوا مقتنعين ان الاهلي بالسذاجه دي ان انا هلاعب لعيب ماتشين وبعد الماتشين هفتكر ابعت للفيفا تاني اتاكد فالفيفا تقول لي لا استنى ده احتمال نخصم لك النقط بتاعت الماتشات استشاري غلط؟ ازاي يعني؟ بعدين الفيفا هي اللي بعت جواب قالت لك اللعيب شارك. ايه يعني الفيفا بتوقعك في شر اعمالك؟ يعني ما اعتقدش ان فاهم ان يعني الفيفا كمان هتتامر عليك، دي بقى دي كارثه ثانيه. يعني برضه زي كل الزملكاويه يا ريت الاداره تصحى وتبعت شكوى للفيفا. يا ابني الفيفا هي اللي بعتت قالت يلعب، هتبعت تشيكات تقول لها ايه؟ نزل صوره انفنتينو عندك في القناه، نزل صوره انفنتينو بالليل بقى فاهم، واطلع قول بقى فاهم انفنتينو شقه المهندسين الدور الثالث جامعه الدول البت اللي ما اعرفش ده اخرك هتعمله. لكن هو الراجل بعت جواب قال لك كهربا يلعب، فانت هتبعت تشتكيه تقول له ايه؟ يعني تبعت لانفنتينو تقول له ايه؟ ازاي انفنتينو؟ ازاي تقول كهربا؟ ابعت جعر له. لكن هو بعت قال لك اللعيب هيشارك خلاص. فانتوا عايزين ايه من الفيفا تعمل ايه؟ بس
فهو كهربا لو ما شاركش هيبقى بمنتهى اللي هي الاصابه اللي هو شارك منها، او اسباب فنيه. بقول لك ايه، المدرب مش عايز يشاركه. يعني برضو معلش، هو برضو كهربا مش امر على كولر، فاحنا برضو مش هنعيش حياتنا ان اي وقت لو كهربا مثلا لعب شوط اول خافوا من الشوط الثاني لحسن عقوبه. عادي جدا على فكره، انت ممكن كولر الماتش الجاي يقول لك عايز اريحه، ايه المشكله؟ عايز اجرب كريستو مهاجم، اجرب حد من الصفقات الجديده. فخلاص بقى مش هنفضل كل مره نقعد نحسب هو لعب كام دقيقه وده معناه ان الاهلي خايف وده بتاع، مفيش يا عم الكلام ده. بس ف ربنا يكرم يعني في الماتشات الجايه. فانا بس حبيت مش عايز اطول عليكم اكتر من كده عشان كلنا في نص اشغالنا طبعا. فعشان بس اتمنى ان انتوا تبقوا فاكرين تبقوا فاكرين الحاجات دي كلها، عشان وقت ما يجوا يشتروا خاطركم، ووقت ما يجوا كاس العالم للانديه قرب، هتلاقي هينزل بقى صورك وانت بالبدل، وبص الاهلي بابا الشغلانه، وجاهه الاهلي، شياكه النادي الاهلي. بفتكر بقى الحاجات دي، اقول له طب ما الناس الشيك، الناس النظيفه دي اللي نزل واحد استفزهم وكل شويه بيقل ادب عليهم محدش بيتكلم. قول له الناس النظيفه، الناس الشيك اللي انت بتتباهى بيها انها مشرفه مصر، طب جوه بلدها بيتخطف عرضها على قناه الزمالك وبتتشتم بالام والاب. طب فين لما انت عارف ان احنا اهو كويسين ومحترمين وجمال وما بتتكلمش ليه؟ بس فربنا يكرم ان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه، ويومكم جميل ونتكلم بقى بكره ان شاء الله.